مساء الخير عليكم. معاكم وليد فودة. جايين نتكلم النهارده على الموضوع المثير للجدل الايام دي، وهو السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة تماما من الجمارك والضرائب والرسوم التنمية وخلافه. الموضوع عامل ضجة جامدة في سوق السيارات، وما بين مؤيد ومعارض، وفي خناقة كده على السوشيال ميديا، مين مؤيد للقرار، والقرار مفيد القرار مش مفيد. في شوية نقط كده محتاجين نتكلم فيها، وفي نصيحة محتاج اقولها لكم في اخر الفيديو عن ايه احسن حاجة تخليك تستغل القرار ده لو انت مقيم في الخارج. يعني الفرصة دي ازاي استغلها احسن استغلال. خلينا نتكلم في الموضوع بالتفصيل وندخل في الموضوع على طول. في الاول لايك وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد، ويلا نبدأ على طول. عايزين نمر سريعا على مواد القانون عشان لو حد ما يعرفهاش. اول حاجة لازم تكون مقيم في الخارج ومعاك اقامة سارية. لازم تكون مصري الجنسية طبعا، لان مزدوج الجنسية لم يذكر في القانون، واعتقد يعني لما سمعت كلام المسؤولين لا يطبق عليه القانون. لازم يكون معاك اقامة سارية في الخارج. لازم يكون عدى على حسابك البنكي على الأقل 3 شهور. لازم تكون طبعا أكبر من 16 سنة. لو حضرتك رب أسرة وعندك كذا فرد في الأسرة وعايز تجيب أكتر من عربية، لا يشترط يكون عندهم حساب بنكي. ممكن كلهم يتعاملوا عن طريق الحساب البنكي بتاع سعادتك. مسموح لك تجيب أكتر من عربية، طبعا كل عربية باسم حد من أفراد الأسرة. بالنسبة للشروط اللي لازم توفرها في العربية، إن هي يكون تكون حضرتك الملك الأول. ولو حضرتك الملك الأول، في ميزة مهمة جدا عرفتها امبارح بالتحديد، وهي إن حضرتك لو الملك الأول للعربية والعربية عدى عليها 10 سنين مفيش مشكلة خالص. حضرتك تقدر تجيب العربية وتتمتع بالميزة دي، ويبقى من حقك إن أنت تجيب العربية وبزيرو جمارك وضرايب، وتدفع بس إيه المبلغ اللي هو هيتحط كوديعة هنتكلم عليه دلوقتي. لو حضرتك تاني مالك للعربية، يبقى لازم العربية ما يكونش عدى عليها أكتر من 3 سنين. يعني مسموح لحضرتك إن حضرتك تستورد 2020 أو 2021 أو 2022. فعشان كده بقول لحضرتك هتدور على حالة كويسة باستخدام طبعا مناسب، موديل 2020، عشان يكون سعرها حنين، وعشان نحقق أقصى استفادة من القانون. حضرتك لقيت عربية 2020 وسعرها كويس جدا، عشان تشحنها من الخليج هيتحط عليك جمرك. الجمرك هيسترد طبعا، وقيم مضافه تسترد، كل الكلام ده هيسترد، بس انا بكلم حضرتك على القيمه اللي هتحطها كوديعه، احنا عايزين نقللها. لو شحنت من الخليج انت هتدفع رقم كبير، يعني هتدفع تقريبا 40% من قيمه العربيه. هتسترده بعد 5 سنين، لكن انا مش عايزك تدفع كتير دلوقتي. يبقى احسن حل ايه؟ احسن حل ان حضرتك حتى لو انت مقيم في الخليج، وده مسموح بيه طبعا، حتى لو حضرتك مقيم في الخليج تستورد العربيه من الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الاوروبي زي ما حضرتك زي ما كلنا عارفين وحضراتكم عارفين طبعا، في بيننا اتفاقيه بتقول ان في زيرو جمارك. يعني اي عربيه تيجي من الاتحاد الاوروبي، من دوله من دول الاتحاد الاوروبي واللي موقعه الاتفاقيه معانا، حضرتك ما بتدفعش عليها جمرك خالص. كل اللي بتدفعه 14% ضريبه قيمه مضافه. بتدفع حضرتك رسوم تنميه وضريبه دمغه وحاجات يعني لا تتعدى 19%. ده لو العربيه اقل من 1600 سي سي. برضو بنتكلم ان عشان تحقق اقصى استفاده حضرتك هتجيب عربيه 1600. ال 1600 عليها قيمه مضافه او رسوم توتال 19%. يبقى لو حضرتك هتشحن من اوروبا، ده احسن استفاده من القانون. ان حضرتك هتجيب عربيه موديل 2020، استعمال جيد، عداد كيلومتر قليل، 1600 سي سي، وتشحن من اوروبا، ولازم يكون معاها شهاده اليورو 1. خلي بالك من نقطه مهمه جدا. الميزه كمان وانت بتشحن من اوروبا، ان سعر العربيه لو هو 30,000 يورو، انت بيترد لحضرتك 19% ضريبه القيمه المضافه عندهم. بتترد لك في حاله ان العربيه هتتصدر خارج الدوله، ودي ميزه مهمه جدا. يبقى ساعتها مش تبقى ب 30,000 يورو. 30,000 يورو هنطرح منها كمان 19% هيتخصموا من سعر العربيه وهيتردوا لك وانت بتشحن. يبقى عشان نحقق اقصى استفاده، 2020 1600 سي سي، بتشحن من اوروبا، معاها اليورو 1، تكون مستعمله وعداد كيلومتر قليل. كده احنا اتكلمنا على الاوبشن اللي حضرتك هتعمله عشان تستفيد من القانون احسن استفاده.
هنتكلم على سوق السيارات وعلى تجارة السيارات. طبعا سوق السيارات من ساعة ما القانون لسه مشروع قانون، لسه مبقاش قانون، والناس متلخبطة ومش عارفة الأسعار هتنزل الأسعار هتعلى. يا سيدي الفاضل، محتاجين، بما ان طبعا ده شغلي والحمد لله خبرتي في مجال السيارات، في اي كلمه انا بقولها لحضرتك هي بناء على خبره وعن تجربه. سعر السياره بيتاثر بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه سعر الدولار النهارده بكام. تاني نقطه هي مدى توافر السياره لدى الوكيل المصري ولا لا. يعني سعر الدولار النهارده بكام، والعربيه موجوده عند الوكيل ولا لا. ده اللي بيأثر على سعر العربيه. مش عايز ادي امثله باسماء معينه، ولكن اعتقد كده احنا فهمنا الفكره. يعني العربيه زيرو النهارده وصلت مليون، يبقى بالتالي هي مستعمل. طبعا اللا منطق بيظهر في المستعمل، لان المفروض تبقى اقل من كده بكتير، سواء عدى عليها سنه او اتنين او تلاته، لكن للاسف وضع السوق المصري كده. فلو قلنا العربيه النهارده متسعره البرايس ليست بتاعها لدى الوكيل مليون جنيه، فهي النهارده ده اللي بيأثر على سعر المستعمل. هل العربية مليون جنيه متوفرة؟ هنا سعر المستعمل بينخفض. هل العربية مليون جنيه غير متوفرة ومفيش استيراد زي ما الحال حضراتكم متابعينه من مارس اللي فات، ومفيش استيراد لأي سيارة زيرو حاليا، فبالتالي بيبقى سعر المستعمل قريب جدا من سعر الزيرو، والدنيا بتبقى أسعار مولعة زي ما احنا شايفين، وبيبدأ يظهر بقى الأوفر برايس بسبب عدم توفر العربية. هل الأسعار هتقل ولا مش هتقل؟ رأيي الشخصي ان الاسعار مش هتقل على في المدى القصير. ليه؟ لان انا قلت لك ان سعر العربيه مرتبط بسعر الدولار، وقلت لك ان سعر العربيه مرتبط بتوفر العربيه ولا لا. يبقى سعر العربيات في مصر للاسف الشديد مش هيتغير، الا انه هيحصل ايه؟ هيحصل ان المستعمل الفتره الجايه دي سعره هيقل، لان الناس هتبقى متخوفه من العربيات اللي جايه من المانيا ومن اوروبا والشحن ويلحق المغتربين، ودي نقطه هنتكلم عليها بعد شويه. واسعار العربيات المستعمل هتنزل. نقطة مهمة يا صديقي وملاحظة مهمة جدا، لو حضرتك محتاجة عربية استغل فترة الكام شهر الجايين، فترة التخبط اللي هتحصل دي، ولو محتاج عربية ولقيت ديل كويس نفذ الديل. لان بعد ما الاربع شهور يخلصوا والعربيات تبدا تنزل ودي نقطه مهمه جدا برضو عايز اتكلم فيها. الارقام بتقول ان في حوالي 10 مليون مغترب عايشين بره مصر، من 10 ل 14 مليون. لو جينا بس بتفكير بسيط جدا وقلنا ال 10 مليون دول كم منهم انترستد بالقرار، يعني كم واحد منهم مهتم اصلا ان هو ينزل عربيه من بره. دي اول نقطه. كم منهم مقتدر او لديه العباءة المالية اللي تخليه فعلا يقدر ينفذ ويدور ويشتري هنطرح برضو رقم مش قليل. لو قلنا ان عدد كبير جدا من المصريين المغتربين في الخارج من اخواتنا اللي مرتباتهم على قدهم مش هيدخلوا ويتمتعوا بالقانون ده، يبقى انا في تقديري الشخصي عدد العربيات اللي ممكن تنزل مصر بناء على القانون ده، وهو قانون هايل بالمناسبة للي يقدر يستفيد بيه واللي عنده المقدرة المالية ان هو يستغل هذا القانون. اعتقد ان عدد العربيات يعني لن يتجاوز 100,000. انا نفسي طبعا يكون اكتر من كده، ولكن بحسبة بسيطة جدا. للأسف احنا تفكيرنا في مصر او تفكير المصري عامة ان العربية دي تحولت لاستثمار، وللأسف عايز اقول تاني ان العربية ليست استثمار. العربية هي سلعة استهلاكية، زي التلفزيون زي التلاجة زي الغسالة، هي سلعة استهلاكية بتشتريها بتعيش معاك مدة معينة، بتبوظ بتتخبط في الشارع يعني هي سلعة بتستهلك وليست أصل وليست استثمار زي الأرض أو العقار أو الحاجات الذهب والحاجات الأصول يعني. وبناء عليه وعشان العربية ليست استثمار، ف للاسف في ناس هتبدا تفكر من التجار ازاي استفيد بالقانون ده. وده اللي لاحظناه حاليا، وده اللي شفناه ان هيبدا ناس تدور على حد يعرفه مقيم في الخارج، حد غير مقتدر من العماله اللي شغاله في الخليج او شغاله في اوروبا، واللي احنا قلنا ان هم لن يستطيعوا وليسوا مهتمين اصلا ان هم يستفيدوا من هذا القانون.
وهيبدأ التاجر يتواصل معاهم، وهديك عمولة في سبيل ان انت تجيب عربية، وهياخد عليه ورق في سبيل الوديعة اللي هو هيدفعها. الوديعة دي حضرتك بتدفعها بالدولار، وبتستردها. لو النهارده الدولار ب 20 جنيه، بعد 5 سنين وليكن وصل 25 او 30، حضرتك هتسترد قيمة الوديعة دي بالجنيه بعد 5 سنين، مش بالدولار. وعشان كده بقول هي مش استثمار، هي فرصة. انت محتاج عربية، بتجيب عربيه بكماليات اعلى من الموجوده في مصر، بتستفيد ان فلوسك انت كانك محوشها وتاخدها بعد 5 سنين. لكن لو تحول الموضوع للتجاره، فصدقني ده لن يؤثر على سعر العربيه في مصر، سوق السيارات المستعمله في مصر باي حال من الاحوال. هنرجع تاني لموضوع التجار. هيبدا يتواصل مع المقيمين في الخارج وليس لديهم القدره ان هم يستغلوا هذا القانون لصالحهم. وهنبدأ نشوف بقى الشغل تاني بتاع عربيات المعاقين، وياخد ورق على الراجل عشان يضمن الوديعة بتاعته. تاني حاجة، ليه بتجبر الراجل اللي حط فلوس الوديعة خلال ال4 شهور ان هو يبقى معاه سماح سنة بس ان هو ينفذ؟ ما تديله حضرتك 3 سنين ان هو ينفذ. يعني ليه سنة؟ ما خلاص انا دلوقتي حطيت الوديعة ومعايا الاوبشن ده، اشتري براحتي بقى. يعني مش لازم تجبرني ان انا خلال سنة. تاني حاجة، ليه الوديعة 5 سنين؟ ما نخليها 3 سنين. يعني في شوية تسهيلات ممكن تتعمل تخلي القانون ساعتها اقدر اقول لك ان هو هيأثر بالفعل في سوق السيارات. لكن القانون على وضعه الحالي، صدقني، وافتكروا كلامي ده، مش هيحصل التغيير الملحوظ. يعني الا زي ما قلت لك، فترة الارتباك والتخوف اللي حاصله حاليا، ودي اللي اشجعك تشتري من غير اوفر برايس طبعا. اشجعك تشتري لو لقيت حاجة مستعملة بسعر كويس. وعشان سوق السيارات عندنا مش مفهوم، وده اللي خلاني اطلع اقول لكم الكلام ده النهارده. احكي لكم قصه قصيره واختم بيها الفيديو عشان ما اطولش عليكم. ليا صديق بيسالني: يا وليد، انا معايا عربيه 2015 وقانون جميل جدا ومعايا اقامه وعايزين بقى نستغل القانون. قلت له طيب تمام، هنعمل ايه؟ قال لي: هعرض بقى عربيتي 2015 دي، وشوف لي بقى انت من اوروبا حاجه 2020 تبقى الشكل الجديد. بس خلي بالك، عايزين نبيع ال 15 وفي نفس الوقت ما ادفعش فرق بقى في ال 2020. فهنا تظهر علامة استفهام كبيرة جدا وعلامة تعجب، وتوريك قد ايه احنا المنطق غايب عندنا في سوق السيارات. انا عايز ابيع العربية ال 2015 بتاعتي المستعملة، واخد الفلوس اجيب بيها 2020 الشكل الجديد. ف... فلك ان تتخيل انا هطلب كام في ال 2015 النهارده عشان اجيب ال 2020 الشكل الجديد. ولو جبت ال 2020 الشكل الجديد ساعتها بقى، وركز معايا في الحته دي، لو حضرتك مقيم في الخارج او لو انا او اي حد من حضراتكم، واستغليت القانون واستفدت بيه وجبت 2020 من الخارج وفرق 300 الف جنيه عن العربيه اختها اللي موجوده في مصر، لو حضرتك جيت تبيع العربيه هتبيعها بكام؟ اعتقد الاجابه معروفه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، واتمنى ان احنا نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، بما ان الناس كتير جدا جدا مهتمه بالقانون ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم باذن الله الفيديو الجاي. مع السلامه.